السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن حال يا رب. آه، عايز اتكلم بس في حاجة كده. انا قريت مقولة لنجيب محفوظ، عجبتني قوي. بتقول لا تيأس. دائما. آه، الباب الأخير هو دائما ما يفتح، يعني أو الفرصة الأخيرة هي اللي بتبقى فيها فتحان الباب أو الفرج، آه، اللي هيغير حالنا إن شاء الله للأفضل. آه، أنا حسيت ده في مواقف كتير بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، إن الواحد لما بيضيق بيه الحال خالص وبيجرب حاجات كتير جدا، ربنا بينور له كده إيه، طريق ما، إن هو ده يكون فيه الصلاح في كل شيء. آه، يا ترى اللي شاف منكم حاجة زي كده يتفضل ان هو يكلمني في تعليق او كده، وانا هرد عليه بنفسي. آه في حكمة تاني قريتها، قال لك لا تيأس دائما. المفتاح الاخير هو الذي يفتح الباب. او لو انت معاك مفاتيح، آه لوكشة مفاتيح كده، وبدأت ان انت تفتح وتجرب كل مفتاح في القفل اللي انت عاوزه او الباب اللي انت عاوزه، فبتدخل المفتاح وتبدأ تجرب، ما يفتحش. المفتاح التاني ما يفتحش، التالت، الرابع، الخامس. فانت بيحصل ايه في دماغك ايه؟ ان خلاص الباب ده ملوش مفتاح، او خلاص كده ال انا يئست، فخلاص بقى اخد بعضي واتكل على الله، عشان المفتاح مش معايا. بينما يعني شخص تاني ممكن يمسك لمجموعة المفاتيح دي ويجرب كل مفتاح، كل مفتاح يجرب لحد آخر مفتاح. المفتاح الأخير يفتح. طبعا هي بتبقى يعني كل شيء طبعا بسبب يعني، فيفتح. فأنت وانت ماسك كبشة المفاتيح دي أو سلسلة المفاتيح، فبتجرب من نفسك، عقلك يقولك إيه؟ لأ، ده المفتاح بتاعه لأ، مش هو. طب انت لو اجتهدت شوية وقعدت تبحث او تشوف، يمكن مفتاح من ضمن المفاتيح، يمكن اخر مفتاح، يمكن المفتاح اللي في النص هو اللي يفتح. ليه لا؟ احنا كاشخاص او كبني ادمين بنيأس بسرعة للاسف طبعا. تمام. اللي عنده صبر طويل هو الشخص اللي بينجح. اما اللي صبره قليل او نفسه قصير، ده عادة ما بيوصلش يا جماعة ولا بينجح. النجاح في الحياة الصعبة دي بيحتاج لمجهود كبير، وإن الواحد يتحلى بالصبر فعلا. وأنا لمست ده بنفسي. أنا لولا إن أنا صبور جدا، أنا ما كنتش كملت في حاجة بصراحة يعني، بصراحة. لأن كم من العقبات وكم من مش هقول اليأس طبعا، الواحد طبعا بيتعلق أماله في ربنا سبحانه وتعالى، ولكن كم من الإحباطات اللي الواحد شافها في حياته بتقول له استوب، كفاية. لكن والله الحمد لله أنا اتعلمت الدرس ده، إن أنا أكمل مهما كان، أكمل. ويا جماعة والله والله والله، آه، فعلا اللي قال شرف المحاولة دي في حد ذاتها نجاح. إنك تفضل تحاول دي، ده نجاح. انك تحاول تقع وتقوم، تقع وتقوم. اليابان اتضرب فيها قنبلتين، واحدة في هيروشيما والتانية في ناجازاكي أيام الحرب العالمية الأولى. دمروهم خالص، دمروهم. لما اتسألوا انتوا قمتوا ازاي وفقتوا ازاي،
قالوا إحنا يعني حطينا إيدينا في إيدين بعض واتحدنا وبدأنا نبني البلد تاني. طب السر في كده إيه؟ قال لك في مثل مش ما يسك... مش ذاكر إذا كان صيني أو ياباني المثل ده. إذا سقطت مرة فعاود الإيه؟ الوقوف مرة أخرى. يعني بمعناه الدارج إن أنت هتقع هتقوم، تقع تاني تقوم، تقع تالت تقوم، تقع رابع تقوم، خامس تقوم، سادس تقوم. طب النهاية، بس النهاية دي لازم يبقى في خير. ما ينفعش ان انا اصبر طول العمر. يعني ان شاء الله الموضوع الجاي انا هتكلم عن الصبر. الواحد يصبر لحد امتى؟ لازما للصبر حدود، زي ام كلثوم ما قالت، للصبر حدود يا جماعة. مفيش حد بيصبر العمر كله الا لا بقى كده يبقى ده مجنون. مفيش صبر العمر كله، ده مش موجود. وفي موقف حصل معايا بسأل شيخ طبعا في حلقة الصبر ان شاء الله هكلمكم فيها، خليها مفاجأة يعني. ف نرجع لمرجعنا في في عادة النجاح بيجي من المحاولات الكتيرة طبعا. يعني اكتر حاجة بتأذي الانسان انه يعتقد، وطبعا والله انا يعني الكلام ده انا مريت بيه كتير وما زلت والله بحاول ان انا اعود نفسي ان انا يعني اخد بالي من الحتة دي قوي وما اقعش في الفخ ده. فخ ان خلاص مفيش امل، مفيش مفيش يعني حاجة هتحصل. بتفضل تعيد الكرة وتعيد المحاولة مرة واتنين وتلاتة وخمسة وعشرة وألف. طب ما يعني برضو ما بالعقل كده، يعني إذا كنت أنت بتعمل حاجة وما بتلاقيش نتيجة فأنت بتقعد مع نفسك تقول الله، إذا كنتش أنا بلاقي نتيجة أستمر ليه؟ تستمر لأنك بتسأل نفسك سؤال واحد فقط، لو جاوبت عليه تكمل، لو ما جاوبتش عليه تقف وتشوف حاجة تانية. إيه هو؟ انت شخص متميز جدا لدرجة ان ممكن ما يبقاش فيه منك عدد 5 في الدنيا دي. كمل، ومهما وصلت او مهما وقعت قصدي، تمام كمل. حتى لو يعني مش هقول مش هتوصل، لا هتوصل ان شاء الله. حتى لو الموضوع بان لك ان خلاص لا، ما دام مفيش منك او الشخص ده انت بتعمل حاجة مميزة جدا لدرجة ان مفيش حد تعداد 5 أشخاص بالظبط بيعملوها، كمل. لو أكتر من كده أو بمثابة مثلا عشرات وآلاف، أقف أقف. لازم تلاقي الميزة بتاعتك أو الحاجة اللي بتميزك عن أي شخص تاني. لو لقيتها وهتلاقيها، لأن أنت كشخص لازم ربنا سبحانه وتعالى حاطط فيك ميزة مش موجودة كتير في حد أيا كان إيه. ومحدش يستهون بأي تخصص، لأن ممكن التخصص اللي انت بتستهون بيه ده يبقى هي دي ميزتك، او حد يكلمك عنه بطريقه مش ان هو اي كلام وكده، لا. يعني حتى انا شايف ان الواحد ممكن يبقى يضيف ان هو يبقى يتخرج مثلا كليه حقوق، يضيف. انا اتكلمت قبل كده في حلقه ان هي اعمل اللي بتحبه، يضيف في كليه انت شايفها انها كليه صغيره جدا وهي مش كليه صغيره، احسن من مهندس او دكتور. ان احنا بنتفخر قدام المجتمع ان حد في العيله عندي دكتور او مهندس، طبعا ليهم الاحترام والتقدير. ولكن برضو الناس اللي خريجه من حقوق برضو ما يقولوش عن الدكتور في شيء، اللي خريجه من تجاره ما يقولوش عن الدكتور في شيء او المهندس في شيء، اللي خريج خدمه اجتماعيه ما يقلش برضو، اللي خريج اداب ما يقلش، ده ممكن يتفوق عليه. فأنا حبيت إن أنا أوصل ال... الأفكار اللي عندي
ويا رب أكون خفيف عليكم وتستفيدوا مني بأي شيء، أبقى أكون سعيد. وأخيرا وليس آخرا، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، واستنوا مني كل جديد، وشوفوا الفيديوهات القديمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.